صباحكم صحة وعافية. أهلا بكم، معكم هشام المياني. تعتبر حساسية الصدر أكثر أنواع الحساسية شيوعاً خاصة عند الأطفال، وهو أمر يزعج الآباء بشدة. كشفت لابني والدكتور قال له عنده حساسية كده على صدره، وكتب له على بخاخات وجلسات بخار والكلام ده. أنا الصراحة خايفة أديها له لحسن يتعود عليها. الأطباء يواجهون صعوبة في إقناع آباء الأطفال مرضى حساسية الصدر بالعلاج الأنسب. السلام عليكم، معاكم دكتور عبد الرحيم لكلوك، أخصائي الأطفال وحديثي الولادة وعضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية في الأطفال. بتجيلنا أسئلة كتير عن تخوفات الأمهات من استخدام البخاخات وجلسات البخار لأطفال الحساسية، وإذا كان بيتعود عليها ولا لأ. مبدئيا لازم نعرف إزاي الدواء بيوصل للصدر مثلا لأطفال حساسية الصدر، يا إما عن طريق المعدة أو عن طريق الحقن، وكده محتاج إن هو يمتص الدم ويروح بقى للدورة الدموية ويلف الجسم كله ويروح للمخ والكبد والكلى والقلب والأطراف وشوية منه بيروح للصدر ويعمل المفعول اللي احنا عايزينه. فكده أعراض جانبية أكتر ومفعول أقل. لكن البخاخة أو جلسات البخار أنا بخاطب الصدر نفسه، المكان اللي أنا عاوز أعالجه، فكده بنسبة دواء قليلة قدرت أعمل المفعول اللي أنا عايزه بشكل أسرع وأعراض جانبية أقل، لأن الدم مش بيمتصه. يبقى كده مين أفضل بقى؟ هل مرض حساسية الصدر من الأمراض المزمنة التي يصعب الشفاء التام منها؟ نذكر مثال تاني للتبسيط. لو طفلك نظره ضعيف والدكتور قال إنه محتاج نظارة مثلا، هل هتعذبيه معاكي ومش هتلبسيه نظارة عشان كده هيتعود عليها وهيلبسه العمر كله؟ طب صدر ابنك زي كده محتاج البخاخة عشان يتنفس بشكل كويس، مع الفارق طبعا إن الحساسية ممكن نخف منها وما نحتاجش نمشي على بخاخات بعد فترة زي النظارة كده. فياريت أكون قدرت أوصل المعلومة بشكل مبسط وما نخافش بقى من البخاخات. صباحكم صحة وعافية.